السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشوف تجربتي مع اير فراير تيفال. دي 4.5 لتر. هنجرب فيها كمان النهاردة البطاطس المحمرة، وهنجرب فيها السمك البلطي. هنشوفها في التفصيل مع بعضينا. انا لسه شارياها، هفتحها معاكم واقول لكم كل التفاصيل بتاعتها، واقول لكم تجربتي فيها اذا كانت كويسة ولا مش كويسة. اول حاجة بس حطي لي لايك للفيديو على السريع، ونصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واللي لسه مشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا نشوف بقى الاير فراير دي. شفت عنها ريفيوهات كتير جدا جدا، وكنت متحمسه جدا اللي انا اجيبها عشان اجربها. دي جايباها من تيفال زي ما قلت لكم، جايباها من تيفال زهران اللي هو في اسكندريه، اللي هو عند فلوران. جايباها من المول الوطنيه اللي هناك. عاملة 4,600. أول ما تفتحيها هتلاقي جواها الكتالوج، وهتلاقي جواها الضمان بتاعها. حجمها صغير مش كبير، يعني تقدري تحطيها في المطبخ. ومش بتطلع صوت وانت مشغلاها ولا أي حاجة، بس هي ريحتها قوية شوية. فمينفعش تحطيها في أوضة. يعني أنا جربت هنا كنت حطاها في أوضة الأطفال أول ما جبتها، بس كانت ريحتها قوية قوي. لازم طبعا تكون في المطبخ عشان بتكوني مشغلة الشفاط. كان في الحجم الأكبر منها، كان حجم تقريبا 6 لتر ونص، كانت عاملة 8000، وكانت الشاشة تاتش. بس أنا جبت الصغيرة دي. دي مش شاشة تاتش أو حاجة، هي فيها شاشة كده هو ديجيتال، بتبينلك البرامج وبتبينلك. هنشوف كل ده يعني مع بعضينا، مش هنسبق الأحداث. وهي بالزراير مش تاتش. اول ما بتفتحيها بتلاقي فيها المصفى دي، بتكون جواها كلها تيفال، والمصفى دي برضو تيفال، ودي بتتخلع كده بكل سهولة. دلوقتي هخلعها واوريها لكم. دي بتشيليها وبتغسليها بالاسفنجة عادية جدا. ساعات بستخدمها الصراحة وساعات لا. يعني انا دلوقتي جايباها مثلا داخلة ما شاء الله هو في شهرين. بستخدمها من غير المصفى دي، بحيث انا شايفه ان كل ما هتحطي المصفى تشيليها وتدخليها ممكن تخربشي الحله، تبقى عايزه حرصك او انت حطاها وبتاع. فانا الصراحه شلتها خالص. بس هي كاستخدام، انا هقول لكم بصراحه. كاستخدام جربت فيها السمك البلطي، هنشوفه في اخر الفيديو، طلع كويس. بس استخدمت البطاطس، يعني هي شويه تطلع ايه محروقه شويه. شويه في حاجات مش مستويه. ده كانت تجربتي لها شهرين، فانا مش عارفه المشكله عندي انا، اللي انا مثلا مش بزود زيت، مش بقلبها حلو. الصراحه مش عارفه. كنت شاريه برضو الزيت ده زيت عشان ارش بيه. بس برضو هو ملهوش استخدام قوي، ممكن تحطي معلقه زيت وتقلبي. واشتريت كمان دي جايباها من عند ابو حمد، عامله 35 جنيه. جايباها سيليكون بحيث ايه اشيل بيها اقلب بيها ما خربش الدنيا، فاهمين قصدي. هنجرب دلوقتي البطاطس وهنشوفها مع بعض. دي بطاطس طبيعيه، اللي هي مش الاكياس اللي بتتباع، لا دي بطاطس بلدي عاديه، بتاعت تحمير عاديه جدا. غسلتها، واهم حاجه اهم حاجه تنشفيها. مينفعش تحطي اي حاجه في المكنه دي غير لما تكون ناشفه. فالمهم انا كنت منشفه البطاطس حلوه قوي، بس حبيت ان انا انشف بالمنديل عشان وانا بسجل الفيديو ما انساش حاجه. فتنشفيها حلوه قوي، وبترش عليها الزيت دوت. 3 4 رشات، يعني انا عملت 3 4 رشات. الصراحه هي بتطلع مقرمشه وحلوه قوي، وطعمها زي البطاطس الجاهزه اللي انتي بتجيبيها من ماك ولا بتجيبيها من المطاعم. بس هي المشكله اللي قابلتني، اللي هي اول حاجه بيكونوا محددين 20 دقيقه. انا كترت في الوقت، يعني انا مثلا عاملاها 23 25، مش الوقت بالظبط اللي هم كاتبينه. وفي نفس الكلام برضك السمك. ومشكلتي التانية اللي هي قابلتني فيها، اللي هي مثلا بتحمر من فوق الوش، فانت عقبال ما تيجي تقلبيها، فاللي تحت بيستوى، بس اللي فوق بيكون غامق شوية. هو مش بيتحرق، بس بيكون طعمه ايه، فاهمين؟ يعني مش كلها نفس الطعم. فاحنا هنشوف دلوقتي تجربة علمية. بس هي كمفيدة ولا لأ؟ طبعا طبعا مفيدة. كفاية ان انت بتاكلي اكل صحي مش مليان زيوت، تنفع جدا للأطفال. بس طعمها طبعا مختلف عن طعم البطاطس اللي هي بتبقى شاربة زيت. يعني البطاطس اللي احنا متعودين عليها ومتربين عليها، لا هي طعمها مختلف عنها. بس لو دوقتيها الأطفال طبعا هيتعودوا عليها. انا هنا كنت مقطعاها البطاطس يعني سميكة شوية. جربتها برضك في الرفيعة، استوت أسرع. يعني ممكن يكون بحسب التقطيع. يعني انا لما جربتها في البطاطس الرفيعه خالص وبطاطس الشيبسي، استخدمت بالظبط الوقت اللي هو مكتوب. لكن دي كنت مقطعه تخينه شويه. ف... فقولوا معايا، فاخدت معايا 23 دقيقه.
المهم هنا اول ما بتشغليها بتدوسي على اول زرار اللي هو الستارت. بتشغلك هنا بتشوفي كل حاجة، بتعمل جمبري، تعمل سمك، تعمل مخبوزات، تعمل فراخ. اول زرار ده اللي بتدوسيه اللي انا شاورت عليه ده اللي بيشغلها لك. الزرار اللي جنبه اللي هو تاني زرار ده لو عايزة تزودي الوقت، لو عايزة اللي انت متستخدميش البرنامج المكتوب وبتزودي الوقت، تعلي وقت اكتر او تقللي وقت اكتر. وحاطلك كمان زرار اللي انت زرار التشغيل بتاعها اللي هو بيكون الاخير ده اللي انا وريته لكم. دول اهم 3 زراير، الاول والتاني والاخير. انا هنا بقلب وبختار البطاطس. انتوا شايفين زي ما انا بعمل، كل ما بتدوسي بيديكي المؤشر بالشكل اللي انت عايزاه وبالوقت. يعني المهم في كل المكنة دي اول زرارين يمين واول زرارين شمال. الزرار اللي انا بدوس عليه ده بيغير لك البرنامج. واتمنى يكون واضح الفكرة، اللي انت كل ما بتدوسي بصي بيجيب لك مثلا السمك 180، البطاطس 200 وهكذا. البرنامج بيتغير بدرجة الحرارة. اول ما تبدأي تشغلي، انا هنا اخترت البطاطس، اول ما تبدأي تشغلي بيقولك هو اللي هو في 20 دقيقة. بعد نص الوقت بالظبط بتفتحي عليها وتقلبيها. هنشوف ده برضو كل ده مع بعضينا، يعني انا هسيبها تشتغل شوية وبعد نص الوقت هفتحها واوريها لكم. وهوريكم كمان لما زودت لها دقيقتين 3 كان احسن بكتير. هنا كده هو كانت شغاله اهي. عايزه اقول لكم ما شاء الله مش تعمل صوت ولا اي حاجه، وحجمها صغير جدا جدا وجميله. بس النوع ده مش نازل منه غير بس الرصاصي، حتى كنت عايزه اجيب اسود بس ما لقيتش اسود، هو نازل رصاصي كده بس. عايزه اقول لكم قعدت افكر كتير قوي في الانواع. لما تيجي تنزلي تشوفي هتلاقي انواع كتير جدا وهتحتاري. طبعا بعد بحث كتير وريفيوهات كتير استقريت على التيفال دي. يعني هي كويسه، وبالنسبه لسعرها كمان الحمد لله كويس. في حاجات اسعارها اغلى من كده بكتير ماركات تانية، بس دي يعتبر ماركه كويسه. وبيديكي ضمان سنتين، وبعد السنتين يعني السنه التالتة بيكون خصم 50% لو عايزه اي حاجه ايه في الضمان، قطع غيار مش عارف ايه. هنا كان عدى 15 دقيقة اهو زي ما احنا شايفين، وهنا هو 11 دقيقة. فانا كنت متحمسة جدا جدا اللي يجي 10 دقايق واشوف بقى شكلها. من كتر الريفيوهات يعني اللي شفتها وشكل البطاطس وكده، فكنت متحمسة قوي. والفراخ برضو شفتها حلوة قوي، بس لسه هجربها مرة تانية ان شاء الله. هجربها وهصورها لكم. النهاردة بس اكتفينا اللي احنا عملنا فيها البطاطس وعملنا فيها سمك بلطي. ده بالصدفة يعني الحاجات اللي كانت عندي. هنشوف دلوقتي ان شاء الله بعد 10 دقايق اهو هفتحها قدامكم ونشوفها مع بعضينا. واحلى حاجة اللي هي سهلة، يعني هي مش معقدة. متفتكريش مثلا اللي انتي صعبة او هتتلخبطي فيها، لا خالص خالص، هي طلعت سهلة قوي قوي. انا الاول برضو كنت فاكراها هي صعبة، بس اول ما الراجل هناك شرحها لنا يعني بالتفصيل لقيتها هي سهلة جدا. وكل اللي بتستخدميه زي ما قلت لك اول 2 زرار من اليمين واول 2 زرار من الشمال. عفوا. هنا وكان عدى 10 دقايق يعني نص الوقت بالظبط. دلوقتي كده هنسمي ليه كده ونفتحها بقى ونشوفها كده مع بعضينا. بصوا بدأت هي تستوى شوية وتحمر شوية اهو زي ما احنا شايفين. هنستنى عليها ايه 10 دقايق كمان ونشوف بقى الشكل النهائي. هي الصراحة ممتازة. كفاية اللي هي تسهل عليكي الوقفة في المطبخ والوقفة قدام الزيت، وكفاية اللي انت بتاكلي حاجة صحية. هنا هبدأ ارجعها تاني وهنشوفها بعد 10 دقايق. بس يعتبر يعني نصيحة، اعملي فيها البطاطس الصوابع. هتيجي تعملي فيها شيبسي، الشيبسي اتلسع مني. يعني كنت عاملة بطاطستين، حسيت البطاطساية اللي فوق اتلسعت واللي تحت هي اللي استوت، اللي هي عقبال ما قلبتها يعني فاهمين قصدي. اعملي فيها بطاطس تكون صوابع، بتكون حلوة قوي قوي. دلوقتي خلاص كان عدى اهو يعني تاني 10 دقايق. تبدأ بقى تعد كده ثواني 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 لحد ما الثواني كلها تخلص وبتلاقيها قفلت لوحدها. فبتبدأي ان انت تشيلي الفيشة وبت وبت وبتشيلي يعني اللي هي الحلة اللي هي بتاعت الأكل دي. وبس كده. تستني لما تبرد بعد كده تبدأي تغسليها. او ممكن لو هتستخدمي بقى، لو هتعملي كذا مرة ورا بعض بتمسحيها بس المنديل وترجعي تحطي فيها بطاطس تاني او ايا يكن يعني اللي انت هتستخدميه. وهي بعد ما بتخلص بتديكي زي صوت زي رنة كده صغيرة تعرفي ليه خلصت. يعني حتى لو انت مش واقفة قدامها او مش شايفاها يعني، فانت هتسمعي صوت رنة صغيرة كده فترجعي ايه تشوفيها. ممكن طبعا تستخدميها كذا مرة ورا بعض عادي جدا جدا، يعني مش شرط اللي انت عشان استخدمتيها مرة في اليوم متستخدمهاش تاني، لا خالص. انا هنا عملت فيها البطاطس وبعديها على طول عملت فيها السمك، يعني عادي جدا. هنا هي خلاص كانت صفرت معايا وادت ايه ال3 نقط دول. بس بترجعي بقى تفتحيها كده وهتشوفي شكل البطاطس. هو ده اللي بقولكوا عليه بقى، اللي هي كانت محمريه شويه كده بس من تحت طريه.
يعني الطبقة اللي تحت كانت طرية شوية، فانا فتحت عليها دقيقتين كمان. هنا بصراحة اكلت واحدة ما كنتش يعني كنت متحمسة قوي. بس بصوا من تحت في بطاطس بيضة شوية، هي الصراحة دي كانت نية، فانا قلبتها تاني يعني حتى بعد ما حطيتها في الطبق اكلنا كده منها عشان طبعا كنا متحمسين جدا ليها. بعد كده هو حطيتها تاني دقيقتين، بعد دقيقتين بس صراحة كانت زي الفل. يعني يعتبر هتاخد معاكي 22 دقيقة. هي الراجل قال لنا يعني بيبيعها لنا اللي هي تشيل معاكي لحد كيلو الا ربع بطاطس. بس انا برضو مجربتش الكمية دي كلها، انا كل اللي بجربه 2 بطاطس 3 بطاطس كده اهو. هنا كان بعد الدقيقتين كمان كانت كلها هي الصراحة استوت، حتى لونهم فاتح هي برضو مستوية. نرجع هنا بقى نشوف السمك هيتعمل ازاي. هنشوف السمك. جبت السمك عفرته بالدقيق زي ما احنا شفنا كده، وبتبداي اللي انت ترشي عليه زيت. بتعمليه كده زيت، يعني بترشرشي على كل دقيق بحيث الدقيق يبقى كله مبلول زيت، وتحطي كمان رشتين زيت في الحله، وبتبداي تختاري البرنامج. هنا هنشوفها بعد 5 دقايق دوت كده كان منظرها. فانا الصراحه ادخلها تاني ونشوفها. هنا بالظبط اخدت معايا 30 دقيقه، يعني انا زودت 10 دقايق في 10 دقايق في 10 دقايق. هنا كان منظرها بعد 30 دقيقه طالعه متحمصه وطالعه تحفه جدا جدا. ده الجنب التاني بقى يعني ده الجنب التاني اللي انا مكنتش ملياه زيت. فزي ما تقولوا اتحمص كده اكتر، ده الجنب اللي كان من تحت فاستوى اكتر. بس بجد يعني وفرت عليا جامد جدا، واقفه قدام البوتاجاز قدام الزيت، وطالع السمك طعمه جميل قوي. بس انا نسيت افتحه هنا قدامكم في التصوير. بس السمك من جوه يعني مستوي 100% مستوي، ولا السمكه مدممه ولا الشوك فيه دم ولا اي حاجه، وبجد والله العظيم جميله جدا في السمك، وجميله برضو في البطاطس. بس عايزه تعملي كميه بطاطس كبيره. يعني وانا بصور لكم الفيديو وانا يعني بعمل فويس اوفر يعني للفيديو النهارده، كنت مسويه فيها بطاطس. حطي كميه بطاطس كبيره، يعني انا البطاطس حطيت فيها كيلو الا ربع بجد استوى كله. هي عايزه كميه كبيره في البطاطس تستوى معاكي، كميه قليله تحسي انها بتتلسع. هنا السمك كنت بقلبه لكم هو الوش التاني مستوي اكنك قلياه بالظبط. وعملناه برضو بطماطم يعني، فكان تحفه جدا جدا اليوم ده. يعني انا انصحكم لو يعني الميزانيه معاكي متوفره ان انت تجيبيها، لا هاتيها هي تحفه جدا. وباذن الله الفيديو الجاي هجرب معاكم الكفته والفراخ باذن الله ان شاء الله.